بعد خسارة أرمنت في الانتخابات قدام العمدة بورجوا بيغضب جدا من ملاحقة الصحفيين ليه، وبيبعت له هوكموس الأكومة تسيطر عليه، وبيتحول لفارس الظلام، وبيحول ناس كتير جدا لفرسان تحت أمره، وبيكون جيش كبير عشان يروح يهجم على العمدة بورجوا. في الوقت اللي أدريان بيشوف اللي بيحصل وبيتحول للقط الأسود وبيحاول يوقفه، لكنه بيأمر الجيش اللي معاه يهجموا عليه، وبينط القط الأسود وبيستخبى تحت الكوبري، وفارس الظلام والفرسان اللي معاه بيكملوا طريقهم لقصر العمدة بورجوا، وبيوصلوا فعلا وبيحاولوا يقتحموا القصر، وبيوصل القط الأسود وبيقوم معركة بينه وبين فارس الظلام، وبيجروا الفرسان ورا القط الأسود، وبتشوف مارينات اللي بيحصل وبتتحول للدعسوقة، وبتنقذ القط الأسود من قدام الفرسان، والفرسان بيعملوا سلم بجسمهم وبتطلع الدعسوقة توقعهم، والقط الأسود بيساعدها، وفارس الظلام بيحول العربيات لمنجنيق وبيحدف بيه الفرسان على القصر، وبيطلع هو كمان فوق القصر عشان ينزل علم باريس ويرفع العلم بتاعه، لكن الدعسوقة بترمي اليويو على ايده وبتطير عشان تاخد منه السيف، لكنه بيضربها وبتقع قدام الفرسان، وبيحاول القط الأسود انه يمنعه يرفع العلم لكنه بيفشل، وبيقدر فارس الظلام انه يرفع العلم، وبينتشر الظلام في كل انحاء باريس، وكل مكان بتوصل ليه الضلمه بيتحول الناس اللي فيه لفرسان، وبيواجه القط الأسود فارس الظلام، وبتحصل مبارزه كبيره جدا ما بينهم، والدعسوقه بتواجه الفرسان، فبتستخدم الدعسوقه عويصه الحظ وبتنزل لها دعسوقه صغيره وبتفكر هتستخدمها ازاي، وبتظهر لها الخطه وبتطير وبترميها على فارس الظلام، وبيرمي السيف من ايده، وبياخده القط الأسود وبيرميه للدعسوقه وبتكسره، وبتخرج الأكومة وبتزيل منها الشر، وكل الناس بترجع لطبيعتها تاني، وبتفرح الدعسوقة والقط الأسود بنجاحها، وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سلام.